الجمال والحلاوة والطعامة والرز بالشعرية اللي يجنن ريحة وطعم. يعني حاجة كده أنا مش قادرة أوصفها يعني. دول كمية تكفي فرد حوالي نص كيلو. ممكن العميل يطلب زي ما قلت لكم فيديوهات قبل كده، ابتداء حتى من 150 جرام و200 جرام لو هو عامل نظام، متبع نظام صحي معين ومش عايز يكتر في الرز. مش معنى ان انا بسمح بكميات صغيرة ان انت تخسرني، وان انت تبقى سبب في ان انا الدنيا تتعطل عندي وما اكسبش. طب انت ليه بتتكلمي الكلام ده؟ هو انت معترضة على انك انت تتعاملي مع عملاء بيطلبوا كميات صغيرة؟ لا والله يا جماعة، انا مش فارق معايا كمية صغيرة من كمية كبيرة. انا اللي فارق معايا فعليا ان العميل ما يبقاش بطلباته وتوقيتاته ومواعيد حجزه وطريقته واسلوبه بيخسرني. في حد كده شغال في البيزنس قال حاجة عجبتني جدا، قال لك العميل اللي يخسرني يمشي ويسيب مكان للعميل اللي هيكسبني. بلاش تبقى من ضمن العملاء اللي بيخسروا أي مكان ويبقى سهل الاستغناء عنك كعميل. مش انت بس اللي بتختار المكان اللي تتعامل معاه، المكان كمان يختارك إن كنت تستمر عميل معاه أو لا.